رمضان، ودخلوا هذه المرة والتكبير يشق عنان الفضاء وترتج له جنبات القناة. لأول مرة يسمع اليهود التكبيرات من جيش نظامي عربي، والشوق للشهادة والجنة يحدو الجند ويحثهم، وخالفوا فتوى المشايخ بالفطر في رمضان وأرادوا أن يلقوا الله الصائمين. لا إله إلا الله. وجرت في المعركة أمور عجيبة. اسمعوا ما نقلته من أفواه من حضر، يعني ليس هناك واسطة، وبالاسم لمن أراد أن يتأكد، وبالاسم لمن حضر المعركة. هناك ضابط مصري اسمه الأستاذ أحمد جلبط، يعمل الآن في الندوة العالمية الشاب الإسلامي في جدة، فمن ذهب إلى جدة للعمرة أو للحج ويريد أن يسمع القصة منه يسمعه. موجود، عمره حوالي 67 سنة، ما زال حيا يرزق، وأستاذ داعية موجود في الندوة العالمية في جدة. اسمعوا ماذا قال لي أنا أمام محضر كريم مثلكم، عقب على محاضرة لي في هذا المعنى. قال: أنا حضرت ضابطا معركة رمضان. قال: كنا من يقتل منا ندفنه على عجل ونضع علائم على قبره، فهذا من القاهرة، هذا من اسكندرية، هذا من الصعيد إلى آخره، حتى إذا انتهت المعركة أهلهم يأتون ويأخذونهم، لمن شاء أن يأخذ الرجل إلى قريتهم أو إلى بلدتهم أو إلى مدينتهم. وكان اليهود إذا قتلوا نرميهم في حفرة بعيدا عن هؤلاء. قال: الميدان المعركة أغلق 5 أشهر و10 يوما، وكان لمن يذكر من كبار السن هنا مفاوضات كيلو 101 وكسنجر ومفاوضات المكوكية والسلام إلى آخره، فكان الميدان مغلقا. فدخل الأهالي عقب الفتح الميدان حوالي 6 أشهر، وقال: دخلت مع الأهالي وذهبنا إلى الحقل، أي سمي بعد ذلك بحقل الشهداء، مثلث بين إسماعيلية وبورسعيد والسويس، مثلث. قالوا: يا أخي والله، ويكلم الناس الحاضرين، قال: ما إن نزيح التراب قليلا إلا ويعم المكان رائحة مسك، ما شك واحد منا أنها من الجنة. مستحيل، قال: نحن في صحراء، من أين تأتي هذه الرائحة العجيبة الزكية؟ ما يمكن. قالوا: بعض القبور ليس فيها رائحة، لكن ما فتحنا قبرا ووصلنا إلى جندي ورأيناه قد تغير منه شيء قط، ولا واحد من الجنود، وكما وضعناهم في القبور رطابا يتثنون كأنهم ماتوا الساعة بعد 6 أشهر. وأنتم تعلمون أن الإنسان يأخذ في التغير في قبره، عافانا الله وإياكم، بعد 3 أيام. بعد 3 أيام يبدأ في التغير والصديد والدود، ونسأل الله العافية. 6 أشهر روائح زكية، أجساد طرية، كان موضع الساعة. قال: والله وجدنا جنديا موضع الرصاص ما زال ينزف دما بعد 6 أشهر. وهذا مصداقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأرى الله تعالى هؤلاء هذه الكرامة الباهرة، أراهم إياها بأم أعينهم. قال: بعض الأحيان نخطئ ونفتح قبور اليهود، قال: والله ما إن نزيح التراب إلا والمكان في رائحة نتن وجيف عجيبة، فنعلم أنه قبر يهودي فنتركه. سبحان الله العظيم. يقول لنا في وسط المعركة هنالك مدفع يحتاج إلى أن يجر ب4 جنود، يجرونه 4 جنود في أرض منبسطة سهلة. قال: وأنا في المعركة يصيح بي قائدي: يا أحمد يا أحمد انظر، وأشار إلى مكان. قال: فاستدرت هكذا، نظرت، قال: فإذا بهذا المدفع الذي يحتاج إلى 4 رجال لدفعه في أرض سهلة، يدفعه جندي واحد إلى تلة مليئة بالتراب. واحد يدفعه إلى تلة مليئة بالتراب، يدفعه صعدا. قال: أنا
يعني ما صدقت ما أراه، ما يمكن أن يحصل هذا أبدا، وهذا أمام عيني يقول. قال والله لما عبرنا القناة كنا ندخل إلى جنود اليهود وهم في تحت السواتر على ضرب النار، يعني بأرجلهم بأقدامهم يضربون النار. قال والله نأخذ الواحد منهم كأنه مخدر ونخرجه من كرسيه ونقذف به إلى الخارج، ويقطعه الجنود بالسمك، هذا السكين الذي هو أمام البندقية، يكون لك مثل السكين هكذا. قال يقطع ولا يبدي مقاومة، كأنه مخدر. لا إله إلا الله، شيء عجيب. يقول لي آخر كان في القوارب المطاطية التي عبرت القناة كانت مزودة بمحركات لها حبل، فالحبل هذا يجر عدة مرات فيشتغل المحرك، معروف هذا. قال لي أنا والله، يقول لي يا أخي والله أنا واقف أمام المحرك، يقول والله ما مس الحبل أحد وتحرك المحرك، والله يقول ما مس الحبل منا أحد، وقطع القناة. وأنزل الله تعالى قبيل تحرك الجنود السحاب، الغمام الذي يكاد يلامس الماء، فتحركت القوارب من تحت الغمام بدون أن يراها جند اليهود. خلاص الله سبحانه وتعالى أذن بالنصر والتمكين. وهنا لأول مرة يهرب الجنود اليهود في صحراء سيناء كالفئران من أمام المسلمين، وأنزل الله نصره العظيم في تلك المعركة. وهناك عقيد صار لواء بعد ذلك يقول في عنوان في الإنترنت ارجعوا إليه، يقول إن الملائكة تحارب معنا في جبل مر. قال أنا وفرقتي نرى اليهود من مكان بعيد، يقول أنا أعلم من سلاحنا الذي بين أيدينا أنه لا يمكن أن يصل إلى اليهود، السلاح أضعف من أن يصل. قال والله آمر بالجنود بالضرب هكذا، يعني من باب الواجب العسكري، وأنا أعلم أن لا يصل. قال ونراهم أمامنا يتساقطون، وهو يقول والله ليس من سلاحنا، ليس من سلاحنا. قال جئت إلى مكان فيه بدو، قلت لهم أليس هنا ماء؟ وعطشنا. قالوا هنا آبار حفرها اليهود قديما ما وجدوا فيها ماء، ردموها وذهبوا. قال أمرت بفتحها. قال ما فتحنا بئرا إلا هو مملوء بالماء، ما فتحنا بئرا إلا هو مملوء بالماء. الله أذن بالنصر والتمكين في تلك المعركة. الذي حصل أن الجرائد المصرية، هي جرائد علمانية سيئة كما هو معلوم، اضطرت لنشر هذه الأخبار التي تواترت، وسمي الحقل الذي فيه هؤلاء الشهداء بحقل الشهداء، وتواترت الأخبار هذه وتنقلت، فاضطرت الجرائد أن تذكرها وتوردها.